كم كان في التاريخ العربي من أحداث غريبة تغنت بالأدب وتعلقت بحروب الجاهلية بين القبائل بعضها. رسخت في أذهاننا قصصا وأقوال تثير الريبة وبقيت معلقة بين العصور الغابرة والحاضرة وبين الحقيقة والغموض. أهلا وسهلا بك مع أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم خلف الكواليس. قصتنا اليوم هي عن شخصية جاهلية معروفة وقصيدة غريبة وقصة أغربة وأبطال قصة عجيبين ونهاية عجيبة لرواية غريبة، فتابعونا لتستمتعوا بقصتنا. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة الرسمية وتفعيل جرس التنبيه. دعونا نعود إلى العصر الجاهلي في مكة المكرمة، وتحديدا إلى قريش. نتعرف على حرب بن أمية، وهو قائد قبيلة كينانة وأميريها. قاد قبيلته في حرب الفجار ضد قبائل قيس عيلة، وهي حرب اندلعت في الأشهر الحرمة رغم تحريم القتال فيها منذ زمن الجاهلية. كانت هذه الحرب سببا رئيسيا في دخول الكتابة العربية إلى مكة وانتشارها هناك. حرب بن أمية كان شاعرا معروفا في عصره، وتذكر لنا كتب التاريخ العداوة والمنافسة التي كانت بينه وبين عبد المطلب. وتروي لنا القصة الغريبة عن قتل فتيان حرب بن أمية لليهودي أذيني جار عبد المطلب والقائم بتجارته. كان أذيني يعد وفيا لعبد المطلب وبارعا في التجارة، مما جعل حرب بن أمية يغار ويدفع بعامر بن مناف وصخر بن عمر بن كعب التميمي لقتل اليهودي. وبعد قتل اليهودي بحث عبد المطلب عن قتلته حتى وجدهما، لما كشفوا استجأر بحرب بن أمية، بالطبع تلاسن الطرفين وتخاصما، حتى أحكم عددا من الأعيان بينهما، وأبرزهما النجاشي ملك الحبشة الذي لم يدخل بينهما، ليلجأ إلى نفيل بن عبد العزى العدوي. فحكم نفيل لعبد المطلب بسبب توفر كل الحجج، مما أثار حنق حرب بن أمية على نفيل، وقال مقولته الشهيرة من انتكاس الزمان أن جعلت حكما. انتهت القصة بأخذ عبد المطلب 100 ناقة من حرب لدفعها كدية لأهل القتيل اليهودي. هذه قصة من القصص التي يفخر بها التاريخ الجاهلي، ولكنها ليست قصتنا المنشودة، فما سأرويه لكم لاحقا هو ما سيثير انتباهكم حتما. شهرة حرب بن أمية لا تتعلق بكونه سيد القبيلة أو بنسبه الرفيع وغيرها، بل تتمحور حول بيت شعر واحد، بيت أثير حوله العجب، وهو بالفعل بيت فريد. فاسمعوه معي جيدا. البيت يقول: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبري. أما عن سبب فرادة هذا البيت الشعري، فهو ما ذكرته معاجم العرب ودباء الشعر، أنه بيت أنشده الجنة. نعم، هذا ما قال، واستدلوا على ذلك بعدم مقدرة أحد على إنشاد البيت 3 مرات متتابعة دون لعثمة أو تعتعة. والأدهى من ذلك إن وراء هذا البيت قصة غريبة مخيفة بطلها حرب بن أمية والجنة. لذلك لنذهب مع حرب في رحلته الأخيرة. وتقول الرواية أن حرب بن أمية خرج في رحلة مع بعض أفراد قبيلته، ووصلوا إلى واحة خيلة، حيث أشعل حرب النيران ببعض السعف اليابسة، وامتدت النار بسرعة كبيرة، وأصبحت بهذا الحجم ألف لرهيب، لدرجة بذات الأفاعي تخرج من جحورها. وكانت إحدى هذه الأفاعي تتجه نحو حرب ورفاقه، ولم يتردد حرب في قتلها. وتبين لاحقا أن هذه الأفعى كانت من الجن، أو بالأحرى كانت جنى يتمتع بجسد الأفعى. ولكن الأمر لم ينتهي هنا، فعندما حل المساء اعترضت امرأة غاضبة طريق حرب ورفاقه، وكانت هذه المرأة تحمل قضيبا كانت تستخدمه لضرب الأرض، مما يؤدي إلى هروب الإبل في كل اتجاه. ولم يفهم حرب ورفاقه سبب غضب المرأة، ولكنهم عرفوا لاحقا من شيخ غريب وصادق في طريقهم إن هذه المرأة كانت جنى، وان غضبها كان بسبب مقتل الأفعى الجنة. وأخبرهم بالحل، والحل كان بان يقول: باسمك يا الله، في وجه المرأة. وفعلا عادت القافلة المسيرة، وظهرت المرأة أمامهم. حرب بن أمية قال: باسمك يا الله، فهربت المرأة، ولكنها ظهرت مرة أخرى. عندها قال حرب: باسمك يا الله، لتشرد المرأة من أمامهم.
وبذلك كان حرب أول من نطق بلفظ باسمك يا الله في وجه الجنة. وإذا كنتم تعتقدون أن القصة انتهت هنا فأنتم مخطئون، لأن الجن حتى الآن لم ينتقموا لمقتل الأفعى التي كانت منهم، وكانوا يريدون قتل قاتل أفعى الجنة. وهكذا عادت الجنة وهاجمت حرب بن أمية وقتلته بالأفعى التي قتلتها. وبذلك دفن حرب بن أمية في موقع مقتله حيث لا جيران ولا دواري. ويقول التقرير أنه في لحظة مقتل حرب بن أمية سمعت قريش صوت ينادي وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب. قبر هذا البيت ينطبق تماما على موقع قبر حرب. فهل عرفتم الآن سبب غرابة هذا البيت الشعري؟ إذا أصدقائي، كانت هذه الرواية المتداولة حول حرب بن أمية والبيت الشعري. أما ما ذكر عن وفاة حرب بن أمية في كتب التاريخ فهو قليل ولا يتعدى. ذكر أنه توفي في الطريق بين الطائف واليمامة بعد أن باغته التعب وهو قاصد لديار بني عبس في قافلة تجارية ليدفن هناك، ولا يعلم أصحابه قبره، وحددوا تاريخ ذلك بقبل البعثة النبوية ب3 سنوات. إذا هذا ما كان في جعبتنا عن حرب بن أمية الشخصية العربية الجاهلية ورواية بيت الشعر الأغرب في التاريخ. بالطبع لا يمكن الجزم بحقيقة ما حدث، وهل فعل هذا البيت المشهور هو من إنشاد الجنة، ولكن الأكيد لدينا أن أدبنا العربي وتاريخنا القديم يسخر بالعديد من القصص والأحداث المثيرة والتي تحتاج إلى العديد من الحلقات لإلقاء الضوء عليه. ألذا الأكيد أن جعبتنا مليئة. أما أنتم أصدقائي فترقبوا حلقات من برنامجكم خلف الكواليس. شوفكم على خير وإلى اللقاء.